بسيطة صارت بيا وأنا طفل، خلتني أقدر أميز شلون أختار الأشخاص. كانت أكو عندنا بنية بنفس المرحلة كلش حلوة والطلبة كلها منبهرة بيها وكلها تتمنى تحكي وياها. أنا الوحيد اللي كنت بيناتنا سوالف بيناتنا ضحك، أصدقاء يعني إحنا كنا أطفال، صداقة بريئة. المهم بيوم من الأيام دخلت للصف لقيتها قاعدة وخايفة ومرتبكة، قلت لها ايش بيك؟ قالت ناسية كتاب العربي. كتاب العربي اللي كان ينساه المعلم مال العربي كان حاقد على الطلاب، اللي ما يجيب كتاب يضربه 10 ضربات على ايده يكسره، يعني كان يضربه بحقد صدق. فهي قالت لي انا ما جايب الكتاب وخايفه الاستاذ يضربني. فاني بدون تردد شلت الكتاب مال العربي وانطيته اياه مالتي، قلت لها هذا الكتاب واختي. هي بدون اي تردد بدون حتى ما فكرت اخذت الكتاب وقالت لي شكرا، ورحت انا قعدت دا انتظر اجلي شو وقت راح يجي، لان هذا من راح يجي انا اعرف انه راح يكسرني. يعني اول ما دخل كان يقول منو ناسي الكتاب، فاني متهيئ دا اقوم دا اريد اقول له اني، وحده قاعده وراي حطت ايدها على كتفي وقامت قالت له اني ما جايبه كتاب، وحطت كتابها قدامي. اللي سوت هاي الحركه اني بحياتي ما منتبه عليها، لان شكلها كان تحت العادي وما حد كان منتبه لها. فاني انبهرت وقعدت، يعني اني بعدني ما قايم والكتاب اجى بيدي وهي طلعت. فاني صرت بموقف حرج ما اعرف شو اسوي يعني بعد، واطفال بوقتها يعني، وانضربت بمكاني. وكانت كل ضربه هي تنضربها اني احس انه انا دا انضرب بمكانها 10 مرات. وباوعت على البنيه الحلوه اللي كل الناس منبهره بيها، كانت كلش عادي وفرحانه انه هي ما انضربت وهي الناس الكتاب. من هذاك الوقت بديت اميز انه لا تنبهر بالشكل، ممكن يكون حواليك شخص يحبك ويفديك بروحه وانت ما منتبه عليه لان ما انبهرت بشكله. وممكن تكون تتمنى انسانه فائقه الجمال بس ما ممكن تضحي لك بقد 1% وتتخلى عنك بأول مطب. فدائما خلي اختياراتك لا تعتمد على الشكل، على الجوهر، لأن الشخص اللي تحبه مهما يكون جميل أو مهما يكون وسيم، إذا كان بالنسبة للبنية وإذا كان بالنسبة للولد، بعد فترة قليلة جدا راح تتعود على شكله وراح يكون شيء جدا عادي. اللي راح يطغي شخصيته، فاختار الجوهر قبل المظهر. السلام عليكم.